اهلا بكل متابعين ابولو ليج. انا لسه عند رايي منتخب مصر مش مقنع نهائي، بيلعب بمستوى سيء جدا في كل المباريات، رغم ان المجموعه اللي واقع فيها مجموعه في منتهى الضعف. بس هنعمل ايه لما ربنا بيبقى عاوز حاجه تتم كن فيكون؟ رغم السوء في الاداء ده، رغم المستوى الضعيف، بس منتخب مصر في كاس العالم. منتخب مصر ناقص له نقطتين وناقص له ماتشين، نقطتين ويبقى بكامل ارجله في كاس العالم. هو دلوقتي بنسبة 99% كاس العالم، ناقص له نقطتين بالظبط، وعنده ماتشين مع منتخبين من اضعف ما يكون. لو يعني المنتخبين دولت لو لعبوا نادي حلوان العام او مركز شباب شرق حلوان هيكسبوهم بسكور كمان. فمنتخب مصر بالمستوى ده للاسف في كاس العالم. وبقول للاسف في كاس العالم لان احنا هنروح كاس العالم بالشكل ده هنتهان كرويا. هنروح كاس العالم بالشكل ده لان الفيفا عاوزه 10 منتخبات من افريقيا تروح كاس العالم، وللاسف افريقيا كلها ما فيهاش 10 منتخبات بتعرف تلعب كوره للاسف. حسام حسن قرار هيطلع قريب قوي يا جماعه ان هو مش هيكون المدرب الفني لمنتخب مصر في كاس العالم، وانا بأؤيد القرار ده لو طلع. بس الفكره كلها ان التشكيل اللي عامله حسام حسن طبعا لعيب كبير وقامه كبيره يعني، اسم عملاق، بس مدرب مش عارف يوصل لنفس مستواه ما كان لاعب. هو مش مدرب جيد، وللاسف الشديد العصبيه والحماس اللي بيعمله والشد العصبي اللي بيمارسه على الخط بتاع الملعب ما هو الا شو. بس يا كابتن حسام، انا راجل بحبك وبعزك جدا جدا كلاعب، انما كمدرب لا، في نقاط كتير جدا عليك، في حاجات كتير جدا انت مش عارفها ومش فاهمها للاسف الشديد. مش معنى ان انا لعيب كويس ان ابقى لازم اداري كويس، ده مش شرط خالص. دي مساله ملكات ربنا بيديها للبني ادم، والملكه دي مش موجوده عندك. التشكيل اللي انا ارجع تاني للتشكيل، التشكيل اللي عامله كابتن حسام حسن هنلاقيه بيلعب في وسط الملعب ب3 لعيبه في الدوري من ساعه الموسم ما بدا ما شموش الكوره، وال3 لعيبه في نص الملعب 3 لعيبه ارتكاز، وال3 لعيبه اول مره يلعبوا جنب بعض مع بعض، يعني مفيش تفاهم بالبلدي كده. مروان عطيه اللي بقاله 90 يوم ما بيلعبش كوره لعب 90 دقيقه في الماتش. طب ازاي؟ هتاخد منه ايه؟ احمد عيد اللي قاعد احتياطي في النادي المصري من اول الموسم، لاعب في مركز جديد خالص، لعبته في مركز في الماتش بتاع بوركينا ده مركز جديد خالص ما بين الباك اليمين مركز الوسط الارتكاز، حسب طبعا بيغير المركز حسب تحركات محمد هاني. وبرده مركز جديد عالي خالص، احمد عيد ما لعبش المركز دوت، وللاسف ما عرفش يعمل فيه اي انجاز. احمد نبيل كوكا اللي ما لعبش مع الاهلي من اول الموسم. طب انت حاطط ال3 جنب بعض، ال3 ما بيعملوش حاجه خالص غير بيعملوا فاولات
وقطع عشوائي لكل الكور في وسط الملعب اللي كل قطعه بفاول، ولا واحد فيهم الثلاثه شاط كوره واحده على حارس المرمى بوركينا، ولا واحد فيهم دخل ال 18 لمس ال 18 وخرج طول الماتش. طب انت بتعمل بيهم ايه؟ انت يا حسام، يا كابتن حسام، انت طلبت من رابطه الانديه ان الدوري يبدا بدري عشان تبص على الماتشات وتبتدي تختار اللعيبه للمنتخب اللي بتلعب. انت رحت جبت اللعيبه اللي مش بتلعب، اللعيبه اللي قاعده احتياطي في اندياتها واللي جايه من اصابات. ما انت كنت طالب ليه ان الدوري يبدا بدري؟ كل ماتش في الدوري كنت قاعد بتتفرج على ايه؟ بتتفرج على اللعيبه اللي قاعده على دكه الاحتياطي، بتشوفه قاعد كويس ولا لا. التغييرات اللي عملها، التغيير الاولاني في الدقيقه 7 عمر مرموش طلع اجباري، خسرنا عمر مرموش بدري ونزل اسامه فيصل. برضه مصطفى محمد قاعد بره. مصطفى محمد نزل 7 دقايق، هو ضيع فرص ما تضيعش بسبب البطء، وهجيلكم في الفيديو على مصطفى محمد نتكلم فيه. بس انا بتكلم في العامل في الملعب، فرق اللي عامل فرص. نزل 7 دقايق، 3 فرص لمصطفى محمد جوله جوه ال 18. طب انت قاعده بره ليه؟ منزل مصر على اسامه فيصل. طب قاعد ابراهيم عادل ليه؟ ما انت عندك ابراهيم عادل، بلاش مصطفى محمد، قاعد ابراهيم عادل بره ليه؟ نزل اسامه فيصل ولا حياه لمن تنادي، برضه ما خدش منه اي افاده. التغيير الثاني في الدقيقه بقى 85، في الدقيقه من الدقيقه 7 التغيير الاول. التغيير الثاني 3 لعيبه مره واحده في الدقيقه 85. سامعني؟ في الدقيقه 85 ينزل 3 لعيبه. خد عندك بقى مهند لاشين. طيب ليه ما بدأش مهند لاشين اول المباراه؟ بدأ حمدي فتحي، انت بادئ بحمدي فتحي، ليه ما بدأتش بمهند لاشين؟ هو انا مش بطرح اسئله، انا مستغرب. انت عندك اللعيبه اللي قاعده اللي تنزل يعني تعمل فارق. ده ماتش انت عايز تريح نفسك بدري وتفرحنا احنا بقى شويه، عايزين نفرح يعني. احنا فرحانين بس برضو مش فرحانين في نفس الوقت. بس قلنا امبارح لو كنا كسبنا بوركينا كان هيبقى المستوى شكله معقول ومقبول بالنسبه للمنتخب، وانت رايح تقول انا دخلت كاس العالم وانا برضو مش مقتنع بالمستوى. بس انما انت بده انت اكدت المؤكد ان مستوى منتخب مصر مستوى سيء جدا. انت مش هتعرف تعمل اي حاجه بالشكل ده والتشكيل ده والاصرار على الطريقه دي والبطء ده مع منتخبات جامده في كاس العالم. انت مش هتقابل بقى منتخب جيبوتي ولا بيساو ولا مش عارف بوركينا ولا الفرق اللي بتذكر دي اللي ملهاش في الكوره اصلا دي. انت هتقابل فرق بتلعب كوره بسرعه، لعيبه حريفه، مدربين فنيين فاهمين. هتلاعب الناس ديت، العالم كله هيبقى شايفك. اللاعب التاني اللي تم تبديله في الدقيقه 85 مصطفى محمد، نزل لعب 7 دقايق، جات له 3 فرص انفراد والجون فاضي، ضيعهم. الدقيقه 84 الدقيقه 85 اول ما نزل على طول، اول ما نزل اول كره مسها محمد صلاح عمل له كوره بسبب البطء بتاع مصطفى محمد الغير طبيعي، ضاعت الكوره انفراد بالجول. الدقيقه الثانيه الفرصه الثانيه في الدقيقه 93 الدقيقه 93
نفس الكلام، الجون فاضي، محمد صلاح شاطها له ما قدرش يلمسها واتزحلق ووقع. كورتين في منتهى الخطوره، بس للاسف ما عرفش يستغلهم صح، وكان جاب فوز وكان دخله التاريخ. التغيير الثالث احمد سيد زيزو، اللي لمس الكوره في الفتره اللي نزلها في السبع دقايق دولت مرتين. تعالوا بقى نشوف التغيير الثالث بقى، ده كده التغيير الثاني، 3 لعيب. التغيير الثالث بقى، الحكم ادى 4 دقايق وقت ضايع، اذ نفاجأ في الدقيقة الرابعة من الوقت الضايع، دقيقة 94 حسام حسن بيعمل تبديل، بينزل حسام عبد المجيد مكان محمد صلاح. نزل الملعب، قعد في الملعب 20 ثانية بالظبط، والحكم راح مصفر. كورة مش كورة، ده مستوى نوصل بيه لكاس عالم، مستوى متواضع وسيء جدا. يا جماعة مصر بتلعب كورة من 105 سنة. أول منتخب أخد أفريقية كانت مصر، اللي عمل الاتحاد الأفريقي مصر. الدورة الأولمبية من 1920 مصر. بنلعب كورة من سنة 1916 يا جماعة، 105 سنة ومستوانا كده. حرام والله حرام. منتخب بوركينا فاسو يعني مش المنتخب الواو يعني اللي تعمل التشكيل ده والاسلوب ده والمستوى ده قدامه خالص. خط هجوم ما بيعملش حاجه في الماتش غير ان هو بيباص لبعضيه، لا اما بيرجع للحارس بتاعه، يباصوا لبعض لا اما يرجعوا ورا. ولما بيهاجموا شوطه عشوائيه كده بتروح لاي لاعب من منتخب مصر. منتخب ضعيف جدا جدا جدا، واحنا ظهرنا قدامه اضعف بسبب طريقه لعب حسام حسن، بسبب عدم فهم كابتن حسام حسن. ومش عيب يا كابتن حسام حسن ان الواحد يعترف ان هو مش على قد المكان اللي هو فيه. انا مش هبقى فرحان وانت عمال تزعل خط المرمى وتدي طاقه ايجابيه، العب وروح كده وتعالى كده. التدريب مش كده خالص، التدريب مش كده. التدريب نتيجه في الاول وفي الاخر. انا كراجل مشجع للكوره مش هبص للي انت بتعمله ده، انا ببص للنتيجه اللي انت بتوصل بيها في اخر المباراه. هو ده الفيصل. اشوفكم في فيديو قادم قريبا.